انا بنعطيكم 3 ديال التقنيات، اي واحد مشى عليهم باذن الله غيدير تصرف قل من داك الشيء اللي كتشد. ما يمكن بزاف الناس كيقول لهم راسهم راني الا كنشد 10 المليون راه غادي ندير ثروه. راه الا كنتي كتشد 10 مليون وعندك العقليه الاستهلاكيه كتشد عقليه، كاين اللي يدير ثروه من 4000 درهم ومن 5000 درهم. كنعرف انا كسال شحال كيشد لك السال، نتوما راه عارفين راه ما يمكنش كيشد صالير كبير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا ياسين من شركه دهن بيو. تفضلوا معنا بغيت نهضر لكم على واحد الامر مهم جدا. شحال هادي ما درنا مقاطع كنا مشغولين بالزيت، هادي راه ديال موليها باش ما تقولوش راه مخبي علينا الزيت. اجي كاع ندخل المكتب حسن صافي ماشي مشكل. حاج المكي بينا نديرو واحد الفيديو، وقف هذاك الفيديو ديالك انت باش نديرو ديالنا. بينا نديرو فيديو ما لقينا المحل فيه الناس، وانا غنخرج دابا انا سليمان خدام. بخصوص واحد المساله مهمه جدا بغيت نقولها للشباب، هي المساله ديال انشاء ثروه. بزاف الناس كيهضروا على الثروه وكيفاش دير الفلوس وكيفاش دير ثروه. انا بنعطيكم 3 ديال التقنيات، اي واحد مشى عليهم باذن الله غيدير ثروه. والناس اللي داروا ثروه ما يمكنش داروها خارج عن 3 ديال الامور هذه. النقطه الاولى هي انك تحاول، التقنيه الاولى هي حاول انك تصرف قل من داك الشيء اللي كتشد. ما يمكن بزاف الناس كيقول لهم راسهم راني الا كنشد 10 المليون راه غادي ندير ثروه. راه الا كنتي كتشد 10 مليون وعندك العقليه الاستهلاكيه كتشد 10 وكتخسر 10 ولا كتخسر 11 راه ما عمرك غدير ثروه. لان بزاف الناس عندها عقليه، كاين اللي يدير ثروه من 4000 درهم ومن 5000 درهم. كنعرف انا كسال شحال كيشد لك السال، نتوما راه عارفين راه ما يمكنش كيشد صالير كبير، راه على قد الحال حتى هو مسكين وقاتل مع الزمان. ومع ذلك استطاع انه يشتري بقعه واستطاع انه يبنيها، وكنعرفوا هذا عن قرب. وبزاف الناس عندهم صالير كبر من الصالير ديالو وما قدروش يديروا به والو، حيدهم كلهم ما كيشدوا نفس المبلغ وما داروا به والو. اذا هذه القاعده الاولى، حاول ما امكن انك تكون مقتصد وتكون عندك حسن تدبير. بزاف الناس كيسبوا تعيروا الامازيغ، تيقولوا لي عندهم التقنيه هذه تيقولوا لهم انتم قرزازين. لا، البخيل هو اللي ما كينفقش على الضروريات اللي عنده في الحياه. اما اللي كيخسر فلوسه في الكماليات وفي كذا هذا كيتسمى مبذر وكيتسمى مسرف. والانسان اللي كيداخر والانسان اللي كيحسن التدبير هذا ما كيتسماش قرزاز، هذا كيتسمى انسان كيعرف يحسن التدبير. هذه مساله اولى. التقنيه الثانيه هي حاول انك تدخر ولو غير مبلغ بسيط. راه اللي ما كيدخر راه ما عمره غيدير ثروه. راه اللي كيجيبوا النهار وكيديه الليل هذا راه ما يمكنش يدير ثروه. هذه مساله ثانيه. المساله الثالثه هي انك كتحتاج شويه ديال الوقت. 3 ديال الناس اللي كيصبحوا اللي كينعسوا فقراء وكيصبحوا اغنياء، هادو ما كيستحقوش هادو ما كيحتاجوش الوقت باش دير ثروه وما يكونش تحتاج الوقت. خاص تكون واحد مثل هاد الناس، يا اما يكون عندك شي ورث تبات فقير وتصبح تلقى اللي تورث منه مات، يا اما انك تلقى شي كنز شي دفينه ولا شي حاجه هذا تصبح تمسي فقير وتصبح غني. المساله الثالثه هي انك تشفر شي بنكه ولا تشفر شي حاجه. الثلاث الامور هادو هما اللي ما كيحتاجوش الوقت. اما الا بغيت تنشئ ثروه من عرق جبينك وبالعمل ديالك غتحتاج 3 الامور. اولا التدبير، ثانيا الادخار، ثالثا الوقت. كنتمنى انني نكون خفيف عليكم ونكون استفدوا من هذه الامور هذه. والسلام عليكم ورحمه الله. اش بغيت تزيد؟ زيد. واش هو الحاج كتبغي يقول؟ قالوا زمان 3 الحوايج كيبدلوا الحياه ديال الانسان، يا اما انصاص ولا قصاص ولا تبتل العتابي. يعني انصاص هما نصاص الا خلوا لك داك النصاص الذهب كتبيعو كدير به شي حاجه في الزمان. اولا القصاص هما تجوسي زعما شي وحده غنيه با وداك الشيء لاباس تقدر تعاون معاك ودير معاك شي حاجه كما دار النبي صلى الله عليه وسلم مع امنا خديجه. وعاوتاني تبتل العتابي تبتل ديك الدار فاش كاين ديك البلاصه ومشي شي بلاصه ربي يقدر يسهل لك فيها حتى هي. حتى هذيك كيعتق الناس كيظنوا فيها بانها كيترجوا فيها وكيظنوا فيها بانها من التفاؤل حتى هي. جزاك الله خير ودي الحاج مكي على هذه الاضافه. والسلام عليكم ورحمه الله.